لما بنسأل حد عن الجواز ونقوله الجواز حلو ولا لأ، في ناس بتقول طبعا ده استقرار وهدوء وأمان، وفي ناس بتقول يا ريتني ما كنت اتجوزت أصلا. ايه السبب؟ الجواز حلو لو انت وشريكة حياتك قدرتوا تتخطوا المرحلة الأولى منه، اللي بتبقوا فيها ما عندكمش خبرة كفاية، في خناقات كتير جدا، لا انت فاهم طبعها ولا هي كمان فاهمة طبعك، بتاخدوا قرارات سريعة جدا ومش مدروسة، انت مش فاهم ايه اللي بيضايقها ويعصبها، ولا هي فاهمة ايه اللي بيضايقك ويعصبك. لازم انتوا الاتنين تقربوا من طباع بعض شوية، تحاولوا تتغيروا انتوا الاتنين وتتقبلوا التغيير ده. لو كل واحد اتمسك بطبعه قوي وما قدرش يغير فيه شوية، الدنيا عمرها ما هتمشي. تاني حاجة الخصوصية، مش كل مشكلة تحصل ما بيننا أجري على أهلي أحكيها وأكبر المشكلة، سواء الزوج أو الزوجة. المشكلة ما تخرجش من باب البيت، كل البيوت فيها مشاكل وكلنا بنتعصب، احنا بشر مش ملايكة. الحلو بقى في الموضوع ان لما حد فيهم يتعصب المفروض التاني يحاول يمتص عصبيته ويهديه ويمتص غضبه، يمشي من قدامه خالص لحد ما الدنيا تهدى. لكن اللي بيحصل ان الطرف التاني بيتعصب على تعصيبه، والمشكلة اللي قد كده بتبقى قد كده. تالت حاجة عدم تبادل الأدوار، لما طرف من الطرفين يلاقي نفسه هو اللي بيقوم بدور التاني، لو اتقبل ده فترة مش هيتقبله طول حياته. ما ينفعش مثلا الزوجة تقوم بدور الأب والأم مع بعض على الرغم من ان الأب موجود في حياتهم فعلا. ما ينفعش الزوج يسيب المسؤولية كلها على الزوجة ويقول لها انا كفاية عليا بشتغل وبجيب فلوس. مش كل حاجة الفلوس، لا، الزوج لازم يكون مسؤول معاها، لازم يكون موجود كأب في حياة أولاده. ما ينفعش هي اللي تبقى بتصرف على البيت، وخصوصا لو ما فيش عذر لده. وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش الزوج لوحده هو اللي يبقى متحمل مسؤولية كل حاجة، البيت والأولاد، وهي بقى عايزة تخرج وتعيش حياتها وتلبس وتتفسح مع أصحابها وملهاش دعوة بأي حاجة. هي خارجة من بيت أهلها ما بتقدرش تحمل مسؤولية، وللأسف ما قدرتش إنها تتغير في النقطة دي. البيت والأولاد مسؤولية الطرفين. الجواز عمره ما كان حاجة وحشة خالص، بالعكس، الناس هي اللي بتصعبه، كل واحد متمسك برأيه وعايز يسيطر على التاني بأي طريقة، ومع تدخل الأهل كمان ما تخليهاش تمشي رأيها عليك، ما تخليهوش يتحكم فيكي، خلي عندك شخصية، عوديه انت على طبعك. اوعى لما تشوفها زعلانة تروح تصالحها، لا، سيبها تتفلق علشان ما تكررش ده تاني. وللأسف الكلام ده بيخرب بيوت كتير، وبنرجع نقول ان الجواز فاشل.